من الاول يا عم. ما كان من الاول يا جدعان. طب لازمتها ايه؟ اجتماع في اجتماع في اجتماع. طب وهيلعب مش هيلعب؟ طب الوزير جاي، طب رابطة الأندية جاية. هنقعد مع بعض نخرج البيان نخرج الكلام. شوف يا جماعة آخر الكلام إيه. شوية يقول لك هنلعب وشوية يقول لك مش هنلعب وشوية يقول لك معرفش إحنا بيجي لنا ضغوطات من اتصالات والناس بتضغط علينا. طب هنلعب الماتش، طب مش هنلعب الماتش. أنا اللي صعبان عليا في الليلة دي كلها عبد واحد السيد يجي له تليفون من حسين لبيب لما يكون الغزاله عنده رايقه. كلم الفرقه يا عبد واحد هنلعب الماتش. يخش عليه واحد تاني الدنيا معاه متعصبه والدنيا معاه متعفرطه، يقول له لا مش هنلعب الماتش. كلم اللي عبد واحد يا عبد واحد الغي المعسكر مش هنلعب الماتش. طب ما اطلعوا يا جماعه وقولوا ان انت مش هتلعب الماتش من الاول. لكن تقعد بقى ناس النهارده طول اليوم عماله تمسك الموبايل بتاعتها وعماله تقلب في البيجات كل شويه عشان تشوف ايه الجديد ايه التحديث. الزمالك وافق، الزمالك رافض، طب نزل بيان، طب عمل كلام. كل الناس قاعده عماله تقلب في الصفحات عماله تقلب في البيجات. الاجتماع خلص، الاجتماع لسه، هيلعب مش هيلعب. كلم الناس هنعمل معسكر، لا الغي المعسكر. بس انا لو جيت تكلمني كنا ممكن نلعب الماتش، لان كنا طالبين ان احنا نكسب الزمالك اكتر من 2. كانت تفرق معانا لو اتعادلنا مع بيراميدز في الاهداف. هتفرق يعني فرق الاهداف مع بيراميدز هيفرق. يعني ممكن لو كنا كسبنا الماتش 3-4 كنا ممكن نفرق عن بيراميدز في الاهداف. لكن يلا خد يعني قدر الله ما شاء فعل. 3 نقط مرتاحين. نادي الزمالك اعلن بيان. يعني خلينا نقرا مع بعض البيان بس يعني في حاجات تعليقه كده على اللي حصل في البيان. انا مش عارف بصراحه مين اللي كاتب البيان، او هل البيان ده قبل ما يتعلن اتعرض على مجلس الاداره. هل مثلا في حد عرف يعني في حاجات في البيان قدر اللي هو مثلا يعني يتكلم عليها او يقول لك لا ما ينفعش البيان يطلع بالشكل ده. نقرا مع بعض البيان. ألا تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدا أن جماهير الزمالك العظيمة دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا، نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم. وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة، ركز بقى الشريفة، في دورينا الذي نجله ونحترمه ونسمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر. وفعلا كنا نتمنى ألا تغيب عن الملاعب أبدا، فعذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف. أنا بس عايز أعرف حاجة. أنت في إيه بتقول المنافسة الشريفة، وفي إيه بتقول اللي أنت عمال تشكر في جميع الأطراف؟ هي إزاي بقى؟ يعني إزاي أنت بتقول مثلا عايز تبقى فيه منافسة شريفة، وفي الناحية تانية أنت عمال بتشكر في الناس اللي هي مسؤولة عن الكرة في مصر؟ يعني هل اللي عمل البيان ده هو كان واعي؟ انت بتتكلم في منافسه شريفه، يعني معنى كده كل اللي حصل ده ما كانش فيها حاجه، ما كانش فيها منافسه شريفه. طب ازاي بقى وهي فيها وهي ما فيهاش منافسه شريفه انت في البيان عمال بتشكر الناس المسؤوله عن الكوره في مصر؟ فالبيان يعني مش فاهمينه. طيب مش موضوعنا. نادي الزمالك عايز اقول لك ان انت عملت معانا الصح. كابتن حسين لبيب والله العظيم بجد مبدئيا يعني انت لو ألد اعداء الاهلي مش هيعمل معاه الحركه دي، مش هيعمل معاه ال3 بونت مرتاحين. انت متخيل يعني ايه اللي الاهلي لعب الجمعه اللي فاتت مع الداخليه وكان المفروض يلعب بكره ويلعب الجمعه اللي جايه مع فريق فاركو؟ انت متخيل يعني ايه اللي انت بتدي للنادي الاهلي 3 نقط مرتاحين مع اسبوع راحه؟ يعني الاهلي لعب الجمعه هيلعب الجمعه مع عوده عمر كمال ووسام ابو علي الاسبوع الجاي او يوم الجمعه ماتش فاركو. انت عملت معانا الصح. انت عملت معانا اللي الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي ما عملوش معانا. يعني شكرا جدا لكابتن حسين لبيب، شكرا اللي انت فضلت واقف على موقفك. طبعا احمد سليمان هو
بص يا جماعه عشان تبقى انت في الصوره، اجتماع حسين لبيب في الاول كان موافق ان الماتش يتلعب، وبناء عليه كلم عبد الواحد السيد وقال له اعمل معسكر للفريق هنلعب الماتش بكره. لكن احمد سليمان لما دخل، احمد سليمان هو السبب اللي مجلس الاداره يرفض لقاء القمه ويثبت على موقفه. بعدها قام مكلم عبد الواحد قال له لا احنا مش هنلعب الماتش. كابتن حسين لبيب شكرا على اللي انت عملته مع النادي الاهلي، 3 نقط مرتاحين، اسبوع راحه بتريح اللعيبه، بتخلي المدير الفني يعرف يعمل ترتيباته، بتخلي المدير الفني يعرف اللي هو يعني تدريبات، يعرف يحط نقط في الحروف. لو عندك اي مشكله في النادي الاهلي في التدريبات او في اللعيبه يقدر اللي هو يعالجها. اسبوع راحه الاهلي ما شافوش من زمان، في ظل الاجواء وفي ظل الماتشات المضغوطه على الاهلي. 8 ماتشات 8 فوز على التوالي، 3 نقط مرتاحين، هيتخصم من الزمالك 3 نقط في نهايه الموسم. يعني حاجه انت عملت مع الاهلي الصح. طيب بالنسبه للانسحاب، ده الانسحاب السابع لنادي الزمالك. من حق الزمالك اللي هو يلعب في كاس العالم للانسحاب بعد الانسحاب السابع ده. اول مره انسحب فيها الزمالك كان كاس مصر سنه 28 29، بعد كده دوري القاهره 47 48، الدوري المصري 95 96، والدوري المصري 98 99، الدوري المصري 2019 2020 بتاع الاتوبيس لما عطل على كوبري اكتوبر، وكاس السوبر 2023. 6 مرات الزمالك انسحب فيهم قدام الاهلي، ودي المره السابعه ينسحب فيها نادي الزمالك. فشكرا لنادي الزمالك على الموقف اللي انت خدته. هنشوف بقى الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. طيب هل هيطبق العقوبه مثلا لو الزمالك ما لعبش الماتشات؟ هل نشوف الزمالك ينزل درجه تانية؟ طبعا مستحيل، طبعا مستحيل. عايز اقول لك ان نادي الزمالك النهارده اتعرض او جاله خطاب بوقف القيد لفتره ثالثه، وقف القيد لنادي الزمالك لفتره ثالثه بسبب مستحقات خالد بوطيب وباتشيكو برضه. يعني الزمالك انا قلت لك الصبح هو بيطلع من مشكله يقع في مشكله. النادي ده مشاكل طول عمره. حاليا الزمالك ما عادش عارف هو يعمل ايه. هل بقى الشروط الجزائيه والبث والرعاه هيطلب بحقه من الزمالك؟ هل الزمالك عنده القدره اللي هو يعمل الديون اللي عليه؟ هل الزمالك هيقدر يفك القيد؟ ما انتش عارف. طيب الزمالك كان الغرض بتاعه اللي انت هتلغي الدوري، ده الهدف من اللي عمله البيان، من عمل الزمالك ده كله. البيان اللي عمله الزمالك الهدف منه الغاء الدوري. هو شاف ان المنافسه في الدوري بعيده، فحب اللي هو يعمل اي همبكه كده علشان تلغي الدوري. مستحيل الدوري يتلغى عشان خاطر فرقه. يعني الزمالك طلب الغاء الدوري مستحيل. واقول لك على حاجه، بريرا كمان 6 ايام هيمشي. يعني اخر مده او اخر فتره في عقد بريرا 6 ايام لحد يوم 30 وهيمشي. والاتحاد المصري مش هيجدد له علشان بس ايه؟ محدش يطلع ويشتغل الاسطوانه يقول لك ان بريرا مشى واولى طلبات الزمالك اتحققت. انا بقول لك عشان انا عارف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. ايه؟ بريرا هيمشي يوم 30، الاتحاد الكوره مش هيجدد له. طيب الحاجه الثانيه، مفيش نادي هيسمح ان الدوري يتلغى. لا الاهلي هيسمح ان الدوري يتلغى علشان ما يخسرش الفلوس والتسويق، مش هيخسر، مش هيوافق ان الدوري يتلغى. على الجانب الثاني بيراميدز اذا الدوري اتلغى هيقول لك انا هعمل تصفيه لاستثماراتي. انا بصراحه مش شايف يعني ايه استثمارات. هيقول لك هعمل تصفيه لكل الاستثمارات ومش هيكمل في الدوري ده لو انت حبيت تلغي الدوري. فعشان بس ايه؟ مفيش حاجه اسمها الدوري هيتلغى عشان خاطر فريق. الزمالك زيك زي اي فريق، مفيش دوري بيتلغى علشان خاطر فريق طالب ان الدوري يتلغى، مستحيل. الغرض من الخيله دي كلها ان الزمالك عايز الدوري يتلغى. مستحيل تتلغى، محدش هيوافق ان الدوري يتلغى. حتى لو الناس كلها وافقت جميع الفرق مش هتوافق. عندهم حقوق رعايه، عندهم رواتب لاعيبه، عندهم عقود لاعيبه، عندهم كل حاجه. اللي بيصرف على الدوري الشركه الراعيه المتحده والبث التلفزيوني، وعندك شروط جزائيه. فمحدش يقول لك ان الدوري هيتلغى.
ففي حاجه بقى عايزين نعرفها. يعني في كلام طلع قال لك ان اتحاد الكوره او رابطه الانديه هتبعت خطاب للاهلي بعدم ذهاب الاهلي للملعب والحكام، ويعلن ان الاهلي فايز في المباراه 2-0. ليه بقى الاهلي مش هيروح الملعب؟ يقول لك حفاظا على الشكل العام. هو اللي انتوا بتعملوه ده واللي احنا فيها بقالنا فتره ده ما كانش حفاظا على الشكل العام؟ هو انت لما تجيب حكام وتقول لا احنا مش هنروح الملعب، مش هنلعب النهارده، انت كده ما الشكل العام اتحفظ؟ يعني هي المشكله كلها ان الاهلي ما يروحش الملعب. فدي حاجه انا مش فاهمها. يعني لحد الان انا مش متوقعها مثلا ان الماتش او الاهلي مثلا ما يروحش زي اللقطه اللي شفناها عام 2020. لازم ان الاهلي يروح، الحكام تروح تلت ساعه، الزمالك ما جاش، انتهى المباراه 2-0. لكن حكايه ان الاهلي ما يروحش ورابطه الانديه تبعت له خطاب اللي انت كده كده كسبان وحفاظا على الشكل العام، فده انا مش فاهمها. فبكره هنشوف الموضوع، بكره هنشوف الساعه 7 هل الاهلي هيروح الملعب ولا لا المفروض. لكن خلاص الزمالك اعلن انسحابه رسميا. تاني شكرا لكابتن حسين لبيب، عملت معانا الصح، 3 نقط في المرتاح. الفتره اللي جايه بقى هنشوف هل اتحاد الكره هيستجيب لطلبات الزمالك، اتحاد الكره هيعمل ايه مع الزمالك، دي اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. اشوفكم على خير فيديوهات تانيه ان شاء الله.